اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي لما كل سنة وانتم طيبين. احنا خلاص فاضل ايام بسيطة على عيد الكبير بإذن الله. النهاردة بقى بما ان احنا خلاص ايام امتحانات، فعايزين نعمل حاجات حلوة كده محترمة بأفكار اقتصادية لولادنا يروحوا يجوا كده عليها في التلاجة، تنفع وجبات فطار او عشاء او بين الوجبات. انا معايا هنا الغله او القمح اللي هو البليله. البليله دي يا جماعه فايدتها ما شاء الله كبيره جدا، مشبعه، بتقوي الذاكره، ويعني فوائدها اقروا عنها كتير جدا. انا هنا معايا حوالي نص كيلو، بنقعه في ميه واغسله الاول كويس جدا، يعني اغسله كذا مره لغايه لما ينضف خالص، واسيبه بقى منقوع ليله كامله. لما تسيبيه منقوع ليله كامله، ده بقى بيفرق معاكي ان هو بيوفر في الغاز بطريقه كبيره، مش هياخد منك وقت في السوا يعني. غير كده بتبقى طريه جدا وطعمها بيكون اغنى واحلى. انا بقى هنا نقعتها وهسيبها ما شاء الله يعني يوم كامل ليله كامله عشان ايه تبقى حلوه معايا. معايا بقى هنا وصفة تانية. طبعا انا البليلة هعملها لكم يعني بطريقتين. انا هنا هعمل كيكة اقتصادية جدا ببيضتين اتنين بس، ومكوناتها موجودة طبعا في كل بيت بستر ربنا والحمد لله يعني. معايا هنا كاكاو خام، وطبعا كلنا عارفين فوائد الكاكاو الخام. معايا برضو كوبايتين دقيق متعدد الاستخدامات، وتكوني جايبه نوع طبعا كويس. ومعايا هنا كوباية سكر، اللهم صل على النبي. ومعايا كوباية لبن، بس الكوبايه دي مش هستخدمها دلوقتي. ومعايا كوبايتين زبادي، النوع طبعا اللي انتي بتحبيه او تفضليه. وانا مستخدمه ربع كوبايه زيت. هي المفروض نص كوبايه زيت لو انا مش هحط سمنه او زبده، لكن انا كان عندي قطعه زبده فانا قلت هخلط ما بين الزيت والزبده عشان برضو تبقى طعمها غني. ومعايا كيك شيف. عندك بودر تمام مفيش مشكله، وفانيليا. انا هنا هحط البيضتين، هضيف عليهم السكر، وهضربهم بالمضرب الكهربائي. عندك مضرب اضربي بيهم، ما عندكيش خلاص في الخلاط واشتغلي، مش هتاخد منك برضو وقت. هنا انا بضيف فانيليا دوبيلا. على فكرة عندي بقى لها شهور والله العظيم، ما شاء الله جميلة جدا، طعمها جميل وموفرة. انا هنا ضربتهم السكر مع البيض مع الفانيليا لغاية لما ما شاء الله لونهم بقى فاتح كده، واندمجوا كلهم مع بعض. هنا بقى هبدأ أضيف عليهم يعني نقطتين خل كده برضو، علشان ايه الخل بيخلي الكيكة هشة معانا وطرية. وهضيف معاهم الزبدة. أنا هنا طبعا مستخدمة زبدة بلدي ما شاء الله جميلة جدا يا جماعة. أنا يعني مبطلة السمنة اللي هي المهدرجة. وحطيت الزيت وحطيت الزبادي. طبعا الكيكه احنا بنعملها في البيت كده لان بتكون غنيه وفيها يعني كل حاجه دسمه ما شاء الله حاطينها، عشان طبعا تبقى فايدتها عاليه معانا ولولادنا. هنا بقى هضيف المواد الجافه معايا، الدقيق والبودر ورشه الملح. وهضيف عليهم الكيك شيف واحطه على الدقيق مع طبعا الكاكاو الخام. وانا هنا الكاكاو اللهم صل على النبي، الكاكاو والدقيق انا كنت نخليهم. بيفرق برضو يعني، كل خطوة بتفرق في نجاح الكيكة معاكي. اهم حاجة برضو تبقي ماشية بالخطوات. هنا بقى هقلب المكونات الجافة على الخليط السائل، وهدمجه كويس جدا. بجد يا جماعة الكيكة دي جميلة جدا، يا ريت كلكم تعملوها في البيت افضل 100 مرة لما تروحوا تشتروها من بره. يعني هم يروحوا المدرسة ياخدوا معاهم قطعة كده في اللانش بوكس، يروحوا الدروس برضو في علبة صغيرة كده، افضل ما هم يشتروا اي نوع كيكة من بره. انت عارفة انت حاطة فيها ايه، وانضف بكتير. هنا بقى هدمجها، بصوا هتلاقوا الخليط معايا هنا تقل. فانا بقى هفكه. يعني انا هفضل اضرب فيها والم الدقيق كده بالجوانب. بصوا بقى المكونات دي انا هفكها بايه، باللبن. لبن انا سخنته يعني يعتبر غليته، وهضيف ليه كيسين من النسكافيه او اللي هو ايه سريع الذوبان. ما عندكيش نسكافيه ممكن تحطي كاكاو لو حابه، ما عندكيش لا كاكاو ولا نسكافيه بتحطي اللبن لوحده عادي. بس تقلبي بقى الحاجه دي فيه كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات في الكيكه، يعني متلاقيش حته كده وحته كده. وبتبداي بقى ان انتي تنزليها بالراحه كده، بتسمي الله بسم الله، وتنزلي ايد بتنزل اللبن وايد التانية بتفك الخليط معانا.
بالراحة كده بتفكيه. ما شاء الله، بصوا بقى القوام بتاعها بقى عامل ازاي. عايز اقولك عاملة ما شاء الله زي التورتة بجد. كانت جميلة جدا. وقوامها ما شاء الله عليه. والريحة بقى ريحة النسكافيه مع الكاكاو الخام، الريحة ما شاء الله عاملة ميكس حلو قوي. ريحته جاي بقى ايه لآخر البيت والله، يعني اللي في البلكونة شامم الريحة. ما شاء الله عليها. بتقلبي بقى كده وبتدمجيها كويس قوي مع بعض. وبعد كده بجيب بقى الصينية بتاعتي، بكون حاطة فيها رشة زيت ومسحب منديل، او لو عندك سمنة تحطي برضو كمية سمنة بسيطة خالص كده بالفرشة بتدهنيها. وبعد كده بنبدأ ننزل بالخليط بقى كله في الصينية. طبعا انا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 175 او 170 بقى، يعني كل الفرن حسب درجة الحرارة بتاعته، وفرنك سخن قوي ولا هادي. بعد ما صبيت الخليط في الصينية لازم ارجعها كده رجتين، وبعد كده هدخلها ايه على الفرن على طول. طبعا انا كنت عامله لها صوص شوكولاته، بس عايزه اقول لك المقطع ده راح مني، عشان لما اطلعها من الفرن بحب احطه عليها. هنا بقى نيجي للبليله. ما شاء الله بعد ما انا نقعتها الليله الكامله، هبدا بقى ان انا ايه اسويها، احطها في الحله بتاعتها، واضيف عليها ميه. بس تكوني يا جماعه غسلاها مره واتنين وتلاته لغايه لما تبقى ما شاء الله ما فيهاش اي حاجه. وبصوا انا عايزه اقول لكم بقى ان هي لما يعني قعدت ليله كامله اللون بتاعها فرق جامد. تحسي انها بيضت كده ما شاء الله، وبقت طريه معاكي، امسكها بايدي الاقيها ان هي ما شاء الله اتجاوبت خالص ان هي تتقطم يعني. هنا بقى هضيف عليها الميه، اغطيها بالميه، ومعايا معلقه كبيره سكر. السكر ده برضو بيفرق على فكره يا جماعه في التسويه وفي الطعم. هي معلقه واحده بحطها عليها. وبعد كده اروح جايه حطها على النار. دي بقى بعد ما استوت بسم الله ما شاء الله. دي الكميه اللي طلعت لي. انا بقى هشيل منها يعني. طبعا كل واحد حسب عدد افراد اسرته وحسب احتياجك. انا هعمل منها هنا صنفين: صنف اللي هو البليله العاديه باللبن، وصنف تاني هعمله اللي هو عاشوره. والحاجه في البيت دي كلها بتقعد والله يا جماعه، بتبقى بركه ما شاء الله. ولادك رايحين جايين كده عليها. العاشوره دي بتبقى حلوه برضو لان الصبح الجو بيكون حر، فممكن بتطلعي طبق الولاد رايحين الامتحان يفطروا بيه، راجعين من الدروس ياكلوه. انا هنا هعين عشان دي مثلا يعني الكميه دي بسم الله ما شاء الله كبيره علينا عشان احنا 3 افراد. فانا هعين جزء منها في الفريزر. احب اعمله كده ايه وقت ما اطلعه يكون جاهز معي. هنا بقى انا هاخد جزء من البليله، هضربه في الخلاط عشان هعمل منه العاشوره. هقول لكم بقى طريقتي في العاشوره ايه. انا بحب اعملها ميكس، ان هي تكون دايبه خالص، يعني في جزء منها مضروب في الخلاط وجزء تاني حبيبات. انا هنا حطيت كميه من البليله وحطيت عليهم كوبايه كبيره لبن، وعشان اعزز الطعم حطيت معلقه قشطه كنت عيناها من وش اللبن، يعني بحس انها افيد واطعم من الكريم شانتيه بصراحه. يعني بجيب اللبن والقشطه بتاعته بعينها، بتفرج عليا بقى في الحاجات اللي زي كده. اعمل مكرونه بشاميل احط فوق الوش، اعمل شويه بليله برضو بحط. انا بقى هنا هحط شويه البليله اللي هما الحبيبات اللي هي زي ما هي في الحله. وبعد ما ضربت الجزء اللي هو باللبن ونعمته خالص في الخلاط بسم الله كده، بنزل في الحله بتاعتي. هصفي كل حاجه في الخلاط عشان طبعا نعمه ربنا حرام ان احنا نرميها. الحاجة طبعا كلها دلوقتي غالية يا جماعة وبتتكلف، فما ما تسيبيش فتفوتة كده في أي حاجة، كل حاجة استفادي بيها. هسيبها بقى تغلي على النار وتبتدي كده مع بعضها، وأقلبها طبعا إيدي فيها. وأكون محضرة يعني لو عندك لبن بقى زيادة، ربع كوباية لبن أو ربع كوباية مية مع معلقة نشا، عشان تديكي القوام الكريمي اللي هو زي المهلبية كده. سبتها بقى كده تسخن على النار، واول ما تبدأ ان هي تغلي معاكي اروح جايه ضايفه عليها النشا باللبن. بجد بتبقى جميله جدا ومنجزه، يعني الوصفه دي حلوه قوي، وممكن تعملي منها اطعام كمان. يعني ممكن تعملي العاشوره وتحطيها في علب وتقدميها كاطعام، او تهادي بيها حد من حبايبنا، حبايبك طبعا، اصحابك، اخواتك، حد جيرانك. بيشموا الريحه طبعا بتبقى قلبة الدنيا كلها. في ناس بقى بيضيفوا عليها عشان يبقى ريحتها مميزة ماء ورد أو ماء زهر.
انا بقى هنا ضايفه حاجه تالته خالص. انا ضايفه روح الموز. هي بصراحه يا جماعه كانت عندي من بركه رمضان، ايام الكعك والكده. يعني كنت جايبه علبه زي يعني ازازه صغننه خالص كده، بنحط منها نقطتين فبتتبقى عندنا. فانا عشان طبعا حرام ان احنا نرمي اي حاجه او نهدر حاجه، فبتعيدي استخدامها تاني. هنستخدمها في ايه بقى؟ في مهلبيه مثلا، ممكن تحطي عليها ريحه زي ريحه الموز دي، بتبقى جميله جدا. العاشوره، رز بلبن، الوصفات دي فعلا بتبقى جميله. ولازم يعني عشان حرام ان احنا نهدر اي حاجه. كده بقى هي خلاص بدأت هي تغلي معايا، وهضيف عليها روح الموز. بسم الله ما شاء الله، كل حاجة والله العظيم يا جماعة بركة ورزق في بيوتنا، نحافظ عليها عشان في ناس أصلا مش لاقية النعمة اللي احنا فيها دي. فلازم تحمدي وتشكري ربنا على كل حاجة. هنا بقى خلاص أنا كده بقلبها، عشان هي كده يعني ايه تعتبر تقلت معايا. طبعا قوامها ناعم جدا وغني، غني بالقشطة اللي احنا حطيناها عليها. واللبن طبعا ما شاء الله كان جميل جدا. لبن جاموسي. ما بحبش اعمل الحاجات دي باللبن البقري، بحس ان اللبن الجاموسي بيكون اطعم، ولا اللبن اللي هو المعلب طبعا ما بحبش برضو استخدمه، بحس ان ما بيديش قيمة غذائية عالية قوي. بحب الالبان اللي هي ايه اللي طبيعية، بتكون افضل يعني واغنى. دي بقى يا جماعة ريحة الموز، شوفوا العلبة صغننة ازاي قعدت معايا كده، وتعتبر من رمضان. بعد الكعك والبسكوت. بتحطيها بقى زي ما قلت لك على الرز بلبن، على المهلبية، لو هتعملي عاشورة. فعلا بتدي نكهة حلوة جدا للأكل بتاعك، وريحته يعني بتبقى ما شاء الله نفاذة. وكان سعرها برضو رخيص، ما كانتش غالية قوي. كانت تقريبا ب10 جنيه، يعني مش ما يعتبرش برضو رقم يعني. فالحاجات دي برضو ممكن في البوك كده لما انت ماشية، ماء زهر، ماء ورد، الحاجات دي يعني بتبقى في البيت برضو بتفرق كتير جدا. وقت ما تحبي تعملي اي حاجة حلوة، بتلاقي الحاجة مساعداكي، فبتقومي تنجزي وتعملي مهامك كلها. بصوا بقى، هي ما شاء الله عايزة اوريكم بقى كده. ال- العاشورة هي طلعتي 3 اطباق كبار على عددنا. وعايزه اقولك في المرحله اللي هي بتاعه الخلاط، انت كمان ممكن تعينيها في الفريزر وتكيسيها في الفريزر لو عامله كميه كبيره، وتطلعي على قد ان انت تحطي عليها النشا وتقلبيها كده وتتقل معاكي. برضو بتبقى حلوه في الفريزر وبتسهل علينا الوقت. ودي طبق البليله. ده برضو يعني ما شاء الله بيبقى جميل. انا هعين منه جزء في الفريزر تاني، وجزء تاني بقى هعمله باللبن واحط عليه قشطه برضو. وناكله. انا عن نفسي بحب اكل البليله ساقعه، يعني مش سخنه. ودي بقى الكيكه يا حبايبي اللي انا عملتها، عايزه اقول لكم جوسي جدا وجميله. بسم الله ما شاء الله. وعليها بصوا بقى الطبقه من فوق الشوكليت، حطيت عليها قشطه برضو عشان تبقى غنيه كده. هعمل جنبها بقى الشاي الكرك اللي انا كنت عاملاه معاكم في القناه. اللي ما تابعوش يا ريت يدخل على الفيديو يشوف، كنت عاملاه برضو في البيت بطريقة برضو اقتصادية وفي كل بيت، يعني المكونات بتاعته في كل بيت. هعمل بقى جنب الكيكة دي كوباية شاي كرك حلوة كده. بسم الله ما شاء الله، واكلها بيها. فكل دي وصفات اقتصادية معانا، تقدري ان انا تحطيها معاكي كبنود كده طول الاسبوع، تمشي بيها بيتك لاولادك. وان شاء الله هنعمل مع بعض سلسلة افكار اقتصادية للبيت بقى للولاد عشان ايام الامتحانات. فتابعوني برضو الفيديو الجاي بإذن الله من غير مقاطعة. هعمل معاكم برضو باقي السلسلة، حاجات على قد ايدينا. ودي كانت افكاري، وريت تشاركيني بافكارك برضو.